ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ وحشيني قوي قوي، ربنا يخليكم ليا، ما تحرمش منكم يا رب. وحشتوني قوي 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 من الفيديو اللي فات. هنعمل النهارده، انا بصراحه ما بحبش اعمله يعني وخري قوي، انا بحب اعمله قبل رمضان باسبوعين ثلاثه كده، بيبقى حلو قوي. هنعمل النهارده لفت. شفت في السوق النهارده صراحه عجبني، فرحت قلت ايه طيب ما اعمله، خلاص رمضان قرب، انتوا عارفين بيبقى طعمه كويس على الفطار، على السحور بيبقى طعمه جميل جدا وكلنا بنحبه هو والليمون. انا عملت معاكم الليمون، هعمل معاكم النهارده اللفت. كل سنه وانتم طيبين، يجعل يا رب رمضان سعيد علينا يا رب وعلى أمة محمد. بصوا جبت ولا هي الكبيرة ولا هي الصغيرة يا حبايبي، حلوة قوي كده. قطعت اللي هو الاخضر اللي فيه من هنا، ان انا ما بحبوش، انت لو انت بتحبيه اغسليه كويس عشان بيبقى كله رمل وكله تينه وكده، ما بيبقاش كويس. انا ما بحبهوش، انت لو انت بتحبيه زي ما انا قلت لك نفس الحكايه، حطيته في ميه وحشت كل الطينه منه وحطه كده واهو. بسم الله الرحمن الرحيم. هقطعه كده يا حبايبي. بصوا جايبه الناشفه، بص قلبها، جيبي التقيله ما تجيبيش الخفيفه، لان الخفيفه بتحس ان هي شايخه من جوه. اهو كده يا بنات كده. بسم الله الرحمن الرحيم. قطعي التقطيعه اللي تعجبك واللي تريحك، مش عشان انا قطعت دي يبقى انت لازم تقطعي دي، لا. التقطيعه اللي تريحك اعمليها. انا اوريكي الطريقه وانت براحتك. اهي يا بنات، هي مش شغلنا ده، سهل جدا مفيهوش اي حاجه. بصوا يا بنات، جميل جدا جدا اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. وبشكر كل حد دخل في قناتي، اشكركم او قوي، وبشكر دعمكم ليا، ما تحرمش يا رب منكم يا رب. وبشكر لكل واحد جديد دخل لي وكتب لي كومنت حلو، بصراحه ببقى سعيده جدا جدا وانتوا بتكتبوا لي وانتوا بتقولي لي، بقراه. وانا كل صراحه وانا كل بتدوني عزيمه ان انا اعمل فيديو 2 و3، ما تحرمش منكم يا رب. وعاوزاكم كده تكبروا عيلتي الصغيره دي يا بنات بالله عليكم، وتعملوا له لايك واشتراك واهو. وانا اقطع كده بقى مع نفسي واجي لكم بعد ما اقطع. بصي يا بنات حلوه ازاي، بصي جميله جدا. بلاش نقطعها رفيعه عشان ما تتهريش معانا. تمام كده، هقطع واجي لكم تاني. اي بنات انا كده قطعتهم زي ما انا قلت لك، قطعي اللي يعجبك، كبيره صغيره عندك مطلق الحريه، ده حاجاتك انت وانت حره فيها. احنا بنوريكم التخليل والحاجه اللي انا بعملها في بيتي، هي اللي انا بعملها اللي انا بوريها لكم دي. تمام كده يا حبايبي. هنحط بقى عليها ملح. بسم الله الرحمن الرحيم. انت هحط عليها ملح، وكمان ايه هخليها انا دلوقتي بالليل، ان شاء الله الصبح هروح مخليه. بتحطي تبليع يا سحر عليه ملح عشان ينزل الميه اللي فيه، ان بتبقى ريحتها مش كويسه وبتخليه اسمر، لكن وكمان بتتعب القولون. فاحنا لما نحط لك كده الميه دي، عندي ديت مصفى، لما تنزل الميه بتاعتها ما تحطهاش على ارموها. انا كده حطيت معلقه، ادي المعلقه التانية هحط لها 3 معالق. بسم الله الرحمن الرحيم. انا حطيت في المصفى الكبيره وحطيت في المصفى الصغيره، ماشي. وايه، وهقلبهم كده على بعض وهخليه كله يتغلف بالملح، ماشي. اهو يا حبايبي كله كده متغلف بالملح اهو. انا مع نفسي انا وريتك الطريقه، ونفس الحكايه نفس التانية هعملها ان شاء الله. ان شاء الله نشوف بعد بقى بكره باذن الله يكون نزل الميه بتاعته، واوريكم بيتخلل ازاي. اهو يا بنات زي ما انا قلت لكم انا عملته بالليل، وان دلوقتي ايه انا الصبح هبتدي اعمل ننزل كده الميه بتاعته كلها. زي ما انا قلت لكم الميه بتاعته تترمي او تحطوه فيه، لاني بتسمره وبتعمل ريحه مش كويسه وبتتعب القولون. تمام كده تمام. وجبت كمان واحده بنجرايه، نضفتها وحشت القشر بتاعها وغسلتها وخليتها زي الفل اهي. قطعتها زيها زي بالظبط، او لو انت عاوزاها كبيره مش مشكله، بس بتدي له لون حلو وبتدي له شراحه شكل حلو قوي. وزي ما انا قلت لكم العين بتاكل قبل البق. تمام تمام. وجبت هنا هو خل وملح ومعلقه سكر وليمون. تمام. قبل ما نعمل اي حاجه هنجيب ميه سخنه. بسم الله الرحمن الرحيم. وهجيب معلقه سكر، معلقه السكر ليه سحر عشان تحسي كده ان هو بيقرمش كده وحلو وما يخلوش يتهري. وادي معلقه 3 هرميه كده ملح،
ونص. تمام. وكوبايه الا ربع خل. وهنجيب كمان ليمونيه. الطريقه دي جميله جدا يا بنات، تستعملوها تحفه. وهنقعد لغايه ما الميه تبرد، وبعد كده هاجيلكم واقول لكم هعمل ايه تاني. يا بنات انا استنيت لما الميه بردت، وحطيت لها كمان بنجر عشان يبقى شكلها احمر كده، وخليت نص البنجر هفرقه على الاتنين. هحط هنا 2 فصين توم وهنا فصين توم. تمام. وهحط هنا واحده بنجرايه وهنا واحده بنجرايه. وهبتدي بسم الله الرحمن الرحيم اعبي بقى البطرمانات بتاعتي. يا جمال الفول بصراحه بيبقى طعمه تحفه بيه. احلى حاجه في المخللات كلها اللفت، يوم 2 تاكلي منه زي ما انت عاوزه. بيستوي صراحه بسرعه وبيبقى طعمه تحفه بجد. هنحط هنا اهوت كمان بنجرايه 2 اهم، والباقي للتاني للبطرمان التاني اهم يا حبايبي. هو مش صعب قوي ولا تخلله صعب ولا اي حاجه، كل حاجه فيه صراحه سهله وبسيطه اهو يا حبايبي كده. تدوسي عليه كده عشان كله ينزل. هو كده مجرد ما تحطي له الميه هتلاقي كل ده نزل لوحده تاني اهو يا حبيبي. نبتدي بقى نحط الميه. بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا الميه شكلها حلو ازاي يا بنات. حلاوته لما بتبقى الميه بتاعته شكلها حمرا كده، صراحه شكله بيفتح النفس، بيبقى شكله جميل جدا. اهو يا بنات كده انا حطيت لها الميه. هي جميله، بصي شكله جميل جدا. وهنحط له كمان واحدتين ليمون كده، الاتنين. هتاكلي احلى مخلل. بسم الله الرحمن الرحيم. هتغطيه بمشمع، لو انت حاسه الغطا بتاعه مهوي شويه حطي له يا اما ستريتش يا اما اي كيس عندك تلاجة. بس كده، ايه رايكم؟ حاجه جميله وبصراحه بيبقى حلو قوي زي ما انا قلت لكم في السحور في الفطار وفي اي وقت. بصراحه الطبليه او السفره ما بتحلاش الا بمخلل. ادي مخلل رمضان. كل سنه وانتم طيبين يا رب، وتعود عليكم الايام بخير. ولو انت لسه معايا دوسي لي لايك واعملي لي اشتراك واكتبوا لي كومنت حلو زي كده يا عسليه. واقول لكم لا اله الا الله سيدنا محمد رسول الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.